محدش يقول لي ان احنا عملنا مباراه عالميه ومش عارف ايه. احنا بص احنا خرا، احنا عالم ما نستحقش نلعب كوره، ما نستحقش دوري، ما نستحقش اي حاجه. ايه المدرب ابن السلاولح ده؟ ده مدرب ابن وزه 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 يا جدع. ما تخرجوناش عن الشعور ده يا عم. ايه اللعب ابن القرعه ده يا عم؟ انت جاي تلعب في الاخر حلو، انت جاي تعمل عرضيات حلوه يا جماعه. انت ليه بتبتدينا على ابو ام يا عم؟ ما تخرجوناش عن الشعور ده من طاهر محمد طاهر ده يا جدع. يا جماعه ما تخرجوناش عن الشعور ده يا جدع. ده الواحد مسك المصحف على البث المباشر قعد ساعه يقرا المصحف كله يا جدع عشان يقول يا رب كره زيزو. ده لو وسام ابو علي كان عاملها بالقله بتاعته كانت دخلت جول يا جدع. ايه يا زيزو الكره دي يا زيزو؟ ده انت مش شويات يا جدع. يا جماعه خرجتوا عنه واحد اتخلق يا جدع. ايه الكوره دي يا عم؟ ايه الاهلي بيقدمه ده؟ وايه الجول الاولاني اللي دخل في النادي الاهلي ده؟ وايه الدفاع الشرطه ده؟ طب بنجيب مين يا عم؟ يا جماعه هو رب الكعبه انا لو اقول لك ايه يعني؟ ما وقفش الدفاع، ما وقفش حراسه المرمى، ما لهمش نسبه في الملعب يا جدع. ده الشوط الاولاني يا جدع يخرج ثلاثه. لو كانت تتحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي، ضربه جزاء صحيحه ومحدش بيحسبها. طارق مجدي ولا محمد الشناوي ولا على الفار ولا اللي بيساعدوا يلعن ابو ام الشيطان يا جدع على احنا في رمضان ما بتحسبوش حاجه للنادي الاهلي يا جدع. يخرج الشوط الاولاني 3-1 لزد، 3-1 لزد يا جدع. ده اللي بيدافع محمد هاني اللي مقدم مليطه من الكوره، الكوره بتتقطع منه وبيبص غلط وعرضيات زباله يا جدع. ده زيزو وحسين الشحات بيرفع احسن منه يا جدع. يا جماعه ارحموا ميتين ابو. ده الجون ده طلع ببركه دعاء الوالدين والواحد ماسك المصحف قاعد يدعي يا جدع. يا عم ده فاول بيتلعب ده كمان. لولا لطفي النهارده طلع بالبوكس راحت طلع غلط وطلع شطه الكوره راحت تريزيجيه حطها في الجون. كوره تانيه اتعملت عرضيه يا عم يطلع يا عم تريزيجيه يحطها في العرض مش ماشيه. ما نستحقش نكسب يا جدع. الاهلي متزملك يا جدع. حرام يا جماعه، حرام يا جماعه اللي بيحصل ده يا جماعه. بقى انا عامل فيديو ولازم نكسب نادي زد وعشان ننزل نعمل مباراه حلوه عشان نستنى التعادل من زمالك وبيراميدز عشان نروح المركز الاولاني. نقوم احنا كنا مغلوبين والجون يجي في الدقيقه 90 ويقول لك الاهلي بلس 90 من ولاد زد يا عم الحاج. ده الجمهور هو اللي بهيج الدنيا. انا زعلت من الجمهور يا جماعه. كنتش يا عم اقول لك ايه يا عم الحاج؟ الشخر حرام بس كنتوا يا عم طلعوا بيت المدرب ده يمشي يا عم الحاج. ما عندوش فكره في الملعب يا عم. انت بتوقف لي محمد الشناوي اساسا؟ ما انت عندك مصطفى شوبير يا جماعه. ارحموا مجدين ابونا. طب انت قعدت يا عم كويش يا عم الحاج ياسين كويش. ليه بتلعب محمد الشناوي؟ انت عندك مصطفى شوبير واحده في مباريات حاسمه يا جدع. يا جماعه ارحمونا يا جماعه. ومحمد هاني كوره بتتلعب بتعمل عرضيه ولا توقف ولا تباظل. راح في الشوط الاول راح ببص على محمد الشناوي راح طلع من عند نص الملعب بيشوطها لواحد عند الجناح الشمال يا جدع عند الجون ده. تحسب التسلل يا جدع. طب انت من البدايه ليه بتبصها له يا عم؟ انت كنت بصها واحسبها تسلل. ارحموا ميتين ابونا يا عم الحاج. حرام يا جماعه، حرام يا جماعه. واحد مخنوق يا جماعه. ما تعرفش التعليقات الزملكاويه في البث المشاهد بتبقى عامله ازاي. واحد بيتضايق يا عم. يا جماعه حرام يا جماعه، حرام والله العظيم. ومحمد هاني الجون الاولاني ايه؟ سايبونه لوحده وفين هادي رياض وفين ياسر ابراهيم وسايبينه لوحده يا جدع. والواد فوتها وراح ايه؟ اخد بص ما بقصوش عمل حوض. ده عمل حوض بيقول له شكرا اخيرا فتحت حوض. ايه فتحت حوض ايه؟ وراح حاططها من تحت رجلين الشناوي. حرام يا جماعه والله العظيم حرام. احنا تعبنا والله العظيم. نعمل ايه؟ مش ماشيه الكوره ومش عايزه تخش جول النهارده. ورب الكعبه علي لطفي ياخد رجل المباراه النهارده. قلب خوان جارسيا بتاع برشلونه ولا تبقى كورتوا بتاع مين؟ بتاع اسمه ايه ده؟ بتاع ريال مدريد. ده جالي زهايمر يا جدع. انا تعبت يا جماعه. انا تعبت والله العظيم. حرام يا جماعه. انت ما بدات تكلم مصطفى شوبير ليه بتبتدي بطاهر محمد طاهر؟ يا قلبي. انا تعبت. اقول لك ايه؟ انا تعبت. اهدى كده معلش بس عايز اكلمك شويه بس كمان. ده في جون جه كمان في الشوط الاول في الشوط الثاني في الدقيقه 60 لزد يا عم الحاج مليطه. ورب الكعبه انا قلت تسلل وبقول يا رب تطلع تسلل يا رب تطلع تسلل يا رب تطلع تسلل. ما طلعتش تسلل. هي طلعت تسلل في الاخر. طلعت تسلل. جالي زهايمر معلش.
طلع التساؤل الحمد لله والجون اتلغى، مش على الجول، مش اللي جاب الجول اللي هو اسمه مجاسة، لا اللي بص له الكوره، اللي عمل له الاسيست، اللي عمل له العرضيه. الحمد لله. حسين الشحات اللي كان عامل العرضيه واللي جابها تريزيجيه في العارضه يا عم الحاج. بص يا عم الحاج، عشان بس اقول لك على حاجه، علي لطفي شال كوره من مروان عطيه ما تشالش، تصويبه حلو قوي. مروان عطيه برضه شاط شوطه زيها كانت جنب القايم. شال شوطه من امام عاشور ما تشالش من بره 18. شال كوره من تريزيجيه عملها في زاويه قاتله، بس طلق علي لطفي وشالها برضه يا عم الحاج. انا والله بص انا بهدي نفسي، عشان انا هنزل دلوقتي الاقي ايه، الضغط عالي، الضغط واطي، هتقول لي اشرب يا كركريه، اشرب يا نسون، فاهم انت قصدي؟ وانا مهيج الدنيا هنا، هو هتلاقي يقول لك ايه، في حد بيضرب مراته ولا انا. بص انا اتخنقت يا جماعه، اتخنقت، الناس بتشتكي مني والله العظيم، بس انا بحب الاهلي. عايز اقول لك الكره اللي في الشوط الاولاني ضربه جزاء، اللاعب كان اسمه قباقه اللي جت في ايديه الكوره. انتوا عايزين شخره، عايزين بص، انتوا عايزين تدخلوني نشيل عرش ابليس، فاهم انت قصدي؟ فارحموا ميتين ابونا يا حكام يا عسل، انت يا عسل. ادوا كل واحد حقه، على الاب وام الشيطان يا جدع. طاهر محمد طاهر بقى في الدقيقه 34 ده ما بيستحماش، اقول لك ايه، ما بيستحماش. ما هو ما بتستحماش، حد ده عليك انت تظلم حد، يعني انت ما بتطلعش حاجه لله يا عم. ده بالعمل عطى لك كوره دوا قدام الجون، شطها على حارس على لطفي، رحت شايطها تاني على الحارس على لطفي. طب اعمل ايه؟ انت يا ابني مجنون يا ابني، انت يا ابني عبيط، ما تحطها في جون يا عم، ما تقوليش شدود، ما فيش، هو ده، لا هو ده، انت اصلا مرتين على الحارس. ما علينا يا عم. في الدقيقه 77 يعني محمد هاني بيعمل عرضيه، بيطلع تريزيجيه شاطها فوق العارضه، فاهم انت قصدي؟ برضه كان في برضه عرضيه برضه بتتلعب، عرضيه برضه بيطلع تريزيجيه حطها ايه يعني بره، المفروض هو لوحده يحطها في الجون، ماشي؟ لا اله الا الله، وبكره في العارضه، والحمد لله جبنا جون، الحمد لله تعادلنا. وطبعا كالعاده النادي الاهلي بيجيب اجوان بالقلاليط، يعني كل مره بنجيب جون بالقلوط، فاهم انت قصدي؟ كوره كده بتتلعب فاول، بيطلع الحارس غلط، بيشيلها بالبوكس توصل لتريزيجيه فيشوطها داخل الجون. يا معلم، الحمد لله تعادلنا. اعدله قدر الله ما شاء فعل. خير، بس المدرب ده المفروض ياخد ايه صاروخ في القله بتاعته بالظبط، ارشقها بالظبط، وتقوم ايه، عارف انت في توم جيري والله العظيم، كان يقوم ايه الفار والقطه، فالقطه بتقعد تضايق الفار، والفار يقعد ايه اللي هو ايه توم جيري، ويقوم ايه توم بقى اللي هو القطه بيضايق الفار اللي هو جيري، صح؟ وبعدين ايه يقوم في الاخر خالص ايه، يقوم جيري بقى اللي هو الفار يقوم حاطط في صاروخ في القله بتاعت القطه، ويقوم ايه مولع الصاروخ، يطلع بقى في المريخ بقى ويبقى الفار بقى يا معلم الجمهور بقى لا ده اهو يا معلم. كنت انا امبارح في محل كنت شغال فيه والله العظيم، محل بدون ذكر عشان ما حدش يزعل يعني، ماشي؟ فقاعدين نفتكر بقى الناس اللي شغاله معانا والحاجات دي كلها، وقاعدين نفتكر بقى الحكايات والحاجات دي والحواريات والقطايف، وقعدنا ضحكنا ضحك ومش عارف ايه، ضحكنا لما قلنا وقفت معانا نص ساعه ولا ده، فاهم انت قصدي؟ وافتكرنا بقى الحوادث اللي انا كنت بعملها ودماغي تتفتح ويودوني المستشفى وابلع الدبوس. انا بلعت الدبوس قبل كده والله، ابو بكر عرفوا اساسا كنت محل بدل. وبعدين افتكر بقى نشوات قلت له فاكر كذا، هم دماغي دي اتفتحت، كان واقف معانا واحد قلت له جاي من المريخ، هو كده يسر جاي من المريخ قال لي ده كان بلاله خالص، ما كانش ليها خالص هو يسر جاي من المريخ. ما تزعلش مني بقى لو انت بتتابعني، لو انت عارف نفسك ما تزعلش مني يا عم العم، ما تزعلش مني، انا كنت بقول لك في وشك اللي انت جاي من المريخ يا ابني والله العظيم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي بتلعب عشان الجمهور بس، والله العظيم. يستروب ما هوش مدرب، يستروب ما عندوش خطه، ما عندوش حاجه، ما عندوش كوره، ما عندوش، بقت طريقته محفوظه، ما فيش حاجه. انت لو جبت مدرب مصري حسام البدري، لو جبت علي ماهر، لو جبت اي مدرب مصري عماد النحاس تاني هيعمل لك شغل، ناخد الدوري والله العظيم. لكن يستروب ده بطيخه، زيه زي خوسيه ريبيرو، زيه اخر سنه لمارسيل كولر، ماشي كده. النادي الاهلي معاه 37 نقطه من 18 مباراه، بيراميدز والزمالك معاهم 37 نقطه، بس الزمالك في المركز الاول، بيراميدز في الثاني. بكره احنا برضو مصلحتنا اللي هم يتعادلوا، يبقى ده معاه 38 38 يبقى الفرق نقطه، فمن يعني مصلحتنا اساسا الاثنين يتعادلوا، مش برضو يبقى الفرق ما بيننا ايه نقطه، يبقى الزمالك برضو في الاول، بيراميدز في الثاني، الاهلي في الثالث. بس الله اعلم واعلم اللي هيحصل بكره، ممكن تلاقي بيراميدز كسب، ممكن الزمالك يفاجئنا تلاقي الزمالك كسب، الله اعلم واعلم. انت عارف لو الزمالك كسب هيبقى الفرق ما بيننا وبينه قد ايه 3 نقط بس، يبقى هو معاه
40 نقطه واحنا معاه 37. طب لو بيراميدز كسب هيبقى معاه برضه 40 نقطه، يبقى احنا ايه هيبقى حسب بقى ايه، هيخش في الزمالك كام جون مش عارف الحاجات دي كلها، او احنا جايبين 29 جون دخل فينا 16. فكده كده حتى لو كده ايه، لو الزمالك اتغلب بكره يبقى الزمالك في المركز الثاني واحنا برضه في الثالث يعني. فاهم انت قصدي؟ فهقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. هقول لك بقى مباراه الاهلي القادمه قدام مين، اللي واحد هتبقى يوم الخميس يعني، هتبقى قدام المقاولين العرب في الجوله ال 21 على استاد المقاولين العرب طبعا في الدوري المصري، على قناه اون سبورت 1 كوره بلس، على موقع كوره بلس، على موقع يلا شوط، اسمعها في الراديو عادي. بصوت معلق حسام عبده. المباراه الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعوديه. مباراه يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026. النادي الاهلي حاليا في المركز الثالث برصيد 37 نقطه من 18 مباراه، فاز في 10 تعادل في 7 خسر في 1. اما المقاولين العرب في المركز ال 15 برصيد 18 نقطه من 19 مباراه، فاز في 3 تعادل في 9 خسر في 7. اخر مباراه مع فريقين انتهت بفوز المقاولين العرب 3-0، كانت المباراه في كاس الرابطه المصريه. اما في الدوري المصري كان النادي الاهلي كسب 4-0، كانت المباراه يوم 4/8/2024. ماشي. بقول لك برضه بيراميدز هيلاعب الزمالك بكره اللي هو الاحد الموافق 1 مارس 2026 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 مساء بتوقيت السعوديه، على قناه اون سبورت 1 بصوت معلق بلال علام. تقدر تشوفه برضه على موقع كوره بلس او موقع يلا شوت او على الراديو يعني. المباراه على استاد الدفاع الجوي، نادي بيراميدز هو صاحب الارض. المباراه في الجوله 20 من الدوري المصري الممتاز. الزمالك في المركز الاول برصيد 37 نقطه من 17 مباراه، بيراميدز في الثاني برصيد 37 نقطه من 17 مباراه. اخر مباراه مع بين الفريقين كانت انتهت بفوز نادي الزمالك، كانت في كاس السوبر المصري، كانت المباراه انتهت 0-0، وبعدين لعبوا ضربات جزاء والزمالك كسب، وبعد كده الزمالك لعب الاهلي وكان النادي الاهلي كسب 2-0. ماشي. احنا في المباراه ديت، مباراه الاهلي وزد ظلمنا تحكيميا في ضربه جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي على كباقه. وعايز اقول لك برضو الاهلي في الاخر عمل شغل حلو، ضيع فرص والحاجات دي كلها، بس انا ما استفدتش حاجه. انا المباراه خلصت تعادل 1-1، كاننا اتغلبنا خسرنا نقطتين، وده حاجه تضايق الواحد يعني. فاهم انت قصدي؟ ولو كان المباراه كانت الاهلي كان كسب 2-1 ولا حاجه، كنت مثلا الكره الترجيحيه اللي جت في العرض دخلت الجول، كنت هطلع اقول لك نفس الكلام اللي احنا وحشين والمدرب لازم يمشي، وده ما ينفعش، مش هنكمل يعني. لو كنا كسبنا المباراه ديت كنا هنقع في الدور الثاني. وخلي بالك احنا دخل بعد كده يعني طلائع الجيش، بقول العرب وبعدين طلائع الجيش ما اعتقد، وبعد كده هتخش على الترجي التونسي ذهاب وعوده، وبعد كده هتخش في الدور الثاني وهتقابل عندك 6 مباريات، هتقابل منهم الزمالك وبيراميدز، وهتبقى مباريات صعبه. فانت هتعمل ايه؟ فعايزين نشوف حل بسيط سريع كده عشان يعني يستروا بلادها، ما ينفعش ببصره يعني. ماشي. عشان الفيديو ما يطولش عليك يعني. كان معاكم شبرون من كان محمد كرم شبرون من قناه شبرون. لو انت بتتابعني بقى على التيك توك يعني اعمل اعجاب بقى لو عجبك الفيديو، وناقشني في التعليقات، اعمل علامه الزائد. لو انت على التيك توك لو انت على اليوتيوب اشترك في القناه برضه شبرون وفعل زر الجرس، ولو انت على الفيسبوك اعمل متابعه وقول لي برضه رايك في التعليقات. وبصراحه اللي كان عجبني في المباراه ديت بصراحه اكتر واحد كان مروان عطيه، كان عجبني قوي في المباراه ديت يعني. في الاخر خلص تريزيجيه طبعا بس ضيع فرص. عندك برضو يعني امام عاشور في الاخر، بس برضو كان شوطه كده حلوه برضو بعد ما كنت تريزيجيه جه بس بتطلع بره. حسين الشحات لما نزل كان برضو الدنيا هايجه شويه، كان مظبط الدنيا شويه. في الاخر شباب العمري، بس برضو النادي الاهلي بيتايه برضو. بن شرقي خارج متنرفز ومتضايق ورزع وكسر ومش عارف ايه. طاهر محمد طاهر صفر على الشمال. الدفاع شوربه خالص. محمد هاني في الطراوه، ومحمد الشناوي برضو في الطراوه، مع ان برضو يعني المفروض هو يزعق للدفاع، يبقى هو القائد بتاع المجموعه. انا مش عارف اساسا هو بن شرقي كان بيلعب فين، ولا طاهر كان بيلعب فين، ولا بين بيلعب فين. انا في لخبطه في الملعب، انا مش فاهم اي حاجه. وحتى لما جيت ماتش ما لعبش 2-6 يعني. مروان ويلي جانج ما تفهمش، بنهارت، وبرضه رمضان مش ناس الكوره، ما تفهمش في ايه. سلام يا جماعه، سلام. لو انا قعدت هتكلم 100 دقيقه. سلام يا جماعه، سلام يا جماعه.